بصوا بقى الجمال ده. شايفين الجمال؟ الريحة هنا بقى خطيرة، مع ان الكلمة دي مش بتاعتي بس هي خطيرة. اول حاجة هبدأ بتشويح السجق. هضيف شوية زيت ومش هضيف سمن، لان السجق من طبيعته بينزل دهون. وبعد كده هضيف السجق وهبدأ اشوح، وهقلب كويس لحد ما يتشوح ويبدأ ياخد لون. وبعد كده هضيف البصل. انا هنا ضفت بصلتين مفرومين في الكبة، وهقلب كويس كده واشوح. وبعد كده هضيف فصين توم مفرومين وهقلب. واول ما اشم ريحة التوم هبدأ اضيف معلقتين من الصلصة. وبعد كده هقلب كويس وهضيف التوابل: ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وكركم وبابريكا. والكمون هنا اقل حاجة يعني نص معلقة كده. وهضيف فلفل رومي وفلفل احمر. وبعد كده هقلب. كله بقى هنا هياخد من طعم التوابل. عايز اقول لكم ان الريحة هنا بقت جنان. وبعد كده هضيف الطماطم المعصورة. انا هنا بقى هضيف مية مغلية، لان المكرونة لازم تلاقي سوائل تستوي فيها. وهضيف كمان معلقة صغيرة من السكر علشان مزازة الطماطم. وهقلب كويس، وبعد ما تغلي معايا كده هضيف المكرونة. الريحة هنا بقى مش قادر اقول لكم، تجنن. بعد كده هقلب، ولو حسيتوا ان هي محتاجة مية ممكن تضيفوا شوية. انا هنا حسيت ان هي محتاجة فهضيف شوية مية كمان. بس كده. ولزوم الشطشطة بقى هضيف شوية الفلفل دولت، فلفل حامي. دول بقى بيبقوا جنان. وهوطي النار وهغطيها وهسيبها تستوي. اهم حاجة تبقى على نار هادية خالص. هي بتاخد 10 دقايق. بعد اول 5 دقايق فتحت عليها وقلبتها علشان ما تلزقش. وتعالوا شوفوها بقى بعد ما استوت كده، بقت جنان. شايفين الجمال والريحة؟ مش قادر اقول لكم. عايز اقول لكم بقى ان هي بتتقدم كده وهي غرقانة في الصوص. لو تركنت شوية ونشفت ما بتبقاش احسن حاجة. انت هتقولي دي الاكله المعتمده اللي باخدها معايا كل مصيف. طعمها جميل وسهلة وسريعة. كله في حله واحده. بصي بقى، انا هنا قطعت السجق علشان لما تيجي تاكليها كده تبقى سهلة معاكي. طيب ممكن ادوق بقى؟ لا تدوقي، مفيش الكلام ده. لا عايزه ادوق. تدوقي. ماشي يا ستي، اتفضلي دوقي. امم لذيذه. لا بجد تسلم ايدك. تسلمي بألف هنا.